ضيف مر. الويل لك فقد فقدت سلطانك. الويل لنا إذ لا نحصد بعد اليوم سوى المصائب والويلات. إن الملك الذي حصل عليه آباؤك بعسر فقد تركته جاهلا بيسر. إنه يذهب إلى المصلى كما كنا نحن نذهب. ليس كما هو يذهب. تحدث، قل ماذا جرى؟ لقد خرج حافيا مرتديا ثوبا أبيض طويلا. أليس بزي السلطان؟ إنه ولي عهدنا. لقد خرج كما أخبرك به الجلودي. وبعد
وأخذ الناس يزمجرون ويتحفون، وجنودك وقعوا تحت تأثيره وانقادوا إليه طوعا. ما أردت ذلك أبدا. إنه يفعل ما يريده هو. إذا أخبره ليرجع. إن الناس قد فقدوا صوابهم. إنه سحرهم بسحره. مره ليعود أيها الأمير. هدئ من روعك. إنه يذهب إلى المصلى ويقيم الصلاة ثم يعود، وعنده لن يفلت من عيون رجالنا. لا تقلقوا. وماذا لو هاجموا القصر أيها الأمير؟ إن الذين رأيتهم بنفسي إن توجهوا نحو القصر فلا يبقى للقصر وعظمته سوى كومة تراب. مره ليعود. الحق مع حميد أيها الأمير. مره كي يعود. اذهب وافعل ما تشاء. هيا تقدموا. كنت أظن أنه يذهب إلى الصلاة بزي الملوك. الخليفة يخشى على حياته، إذ إن الشمس محرقة والحر لا يطاق. دع صلاة العيد يا ابن رسول الله يأمها قاضي القضاة في المدينة، وعد إلى البيت. عندما عين أمير المؤمنين علي بن موسى وليا للعهد، كنت أعلم أن بغداد سترد عليه هكذا. إبراهيم المهدي. ألم يكن من بني العباس أفضل من هذا القرد الذي ينتخب خليفة؟ إذن الآن يحكم بلاد الإسلام اليوم خليفتان، إبراهيم في العراق وعبد الله المأمون في خراسان. لكنهم عزلوك أيها الأمير، فهم لا يعرفون أكثر من خليفة. غدا سيرسل ابن شكلة بجيشه إلى هنا ويفعل معك ما كان محمد الأمين يتوخاه وآماله دفنت معه. إذا هزم محمد فهذا نتيجة تلك الجهود لهرثمة وطاهر ضده. وماذا اليوم؟ هرثمة قتلته مؤامرة الفاضل، وطاهر بعثه مكر أخيه الحسن إلى المنفى في الشام. أصبحت وحيدا يعني. الحكام في بغداد أغبياء. لقد أخبرتهم بأن هذه خدعة افتعلتها لتهدئة العلويين والشيعة، واليوم لم يبق صوت من أصوات الشيعة والعلويين التي كانت تطالب بإسقاطنا من الحجاز حتى خراسان.
وما هذا إلا نتيجة اعتمادي الكبير على علي بن موسى ودعوتي إليه. ولكنك خسرت بغداد يا أمير، وولاية العهد التي كانت لك. لم أخسر بغداد أبدا ولا ولاية العهد، فسأفعل مع أولئك الحمقى ما يليق بشأنهم وسترون. هل تقتلهم؟ أولاد أعمامك؟ وبأي جيش؟ ومن هو قائدك؟ أهرثمة المقتول أم طاهر المنفي؟ لا حاجة لي بالجيش، سأبعث بعلي بن موسى إلى بغداد. ماذا قال؟ علي بن موسى؟ حسنا يا أبا الحسن، لقد انتهت اللعبة، إنك ستذهب إلى بغداد. أجل، سوف أبعثه إلى بغداد، لا شك أنه سيقتل على أيدي بني العباس المتعصبين، وحين ذاك أقتل قاتليه كي لا يثور العلويون. عند ذاك لم يبقى علي بن موسى ليثور من أجله بنو العباس ولا حجج للعلويين. أيها الأمير، إن الناس قد عزلوك في بغداد لتعيينك علي بن موسى وليا للعهد. إذا ماذا يفعل هو في بغداد؟ يفعل من أجل بقاء الولاية لي ولأبنائي. هل أن اختياركم قد أبعد بني العباس عن المأمون يا ابن رسول الله؟ إنني لن أصدق ذلك. إن عبد الله بقتله محمد الأمين قد أغضب بني العباس وأضرم نار العداوة فيما بينهم، إلا أن اختياركم اليوم قد أرعبهم، وما إرسالكم إلى العراق إلا ليرى الشيعة أنكم تفعلون من أجل مصالح الدنيا ما تشاءون. لكن بغداد منطاد مليء بالهواء ينفجر ويتحطم بمجرد وخزة، وهذه خراسان التي تتخلى عن أمير المؤمنين. إن عبد الله بإبعاده طاهرا من بغداد قد آيس خراسان، وأنا أيضا أعلم ذلك. أعلم أنك تظن أنني لست غير مسرور إلى حد ما من إبعاد طاهر. ربما بالأمس هكذا كان، أما اليوم فلا. يا مولاي، إن خراسان ابتهاجا بأحفاد الرسول كانت قد ساندت بني العباس وأيدتهم. إنهم رفعوا راية رضا آل محمد، ونحن انصعنا لذلك، ولكن لم يكن ذلك كما ترون. يا مولاي، لي سؤال أود أن تجيبوا عنه. لم لا ترغبون في الحكم؟ لا شك أنه لكم. ربما لا ترون الحكم سهلا على مثل هؤلاء الذين توغلوا في الفساد. حسنا، ذلك صحيح. فمنذ سنوات طويلة وبنو العباس وبنو أمية يجرون الناس إلى حيث يشاءون، ولكنكم اشترطتم على ألا تتدخلوا في شؤون الحكومة من تنحية وتعيين، ولو لم تطلبوا ذلك لكان بالإمكان عزل المسيئين وتعيين الصالحين محلهم. يجب اجتثاث جذور الظلم يا ابن رسول الله، والظلم يتمثل بالمأمون. اجتثوا جذوره يا مولاي، اجتثوا جذوره، وسأكون إلى جانبكم، وكذلك كل أهالي خراسان، كما أن أخي الحسن في بغداد وجيش طاهر في العراق سيكون إلى جانبكم. ربما تظنون أنني أفكر بمصلحتي الخاصة.
لا والله، فإن محاولاتي كلها من أجلكم وإجلالا لحرمة جدكم رسول الله. والآن حدثني يا مولاي، قل شيئا، لا تبقى ساكتا. قديما طلب أبو مسلم من أبيك جعفر بن محمد مثل هذا فرفض. أجل لقد كان الحق مع أبيك، إذ إن أبا مسلم كان مصلحيا فقتل العديد من أبناء الشيعة في خراسان، وهذا ذنب لا يغتفر. ولكنني يا مولاي لست كأبي مسلم، وفضل بن سهل لا يطلب سوى رضا الله، وكذلك سعادة آل محمد. إنني أعاهدك يا أبا الحسن، إن زوجتي حرام علي، وعلي حج بيت الله 30 مرة مشيا وعتق كل الغلمان لدي إن لم أقتل المأمون، وأعد الولاية والحكم إليكم التي هي لكم أصلا. والآن حدثني يا مولاي، قل شيئا. لا تنظر إلي هكذا يا ابن رسول الله، إذ إن نظراتك ترى في فضلا كذابا ومخادعا. لست هكذا يا مولاي. لا أصدق ذلك، حيث سمعت الكثير عن وفائك، وما دمت لم أرى منك فكيف كنت أصدق؟ وقد سمعت عن أبيك أنه بعد صلحه مع معاوية وثار عليه الخوارج لم يتخلى عن قراره رغم تعرض حياته للخطر. لا شك أنك ابن لذلك الأب يا مولاي. سامحني يا مولاي، فلقد أردت اختبارك، إذ إن ما قلته كان امتحانا لمدى حبك لأمير المؤمنين. أراك ساكتا وتنظر إلي هكذا بريب. ابق مولاي، لا ترحل. السلام عليك يا ابن العم. يا فاضل، هل وافق أبو الحسن على الذهاب إلى بغداد؟ أتذهب يا أبا الحسن؟ لماذا رحل؟ أردت أن أختبره يا أمير. لا شك أنه على عهده. أردت اختباره؟ ماذا تعني يا فاضل؟ إن أبا الحسن رفض الذهاب إلى بغداد. كنت أعلم بذلك، إنه حر. لي خطة أخرى يا فاضل. لقد وصل الرجال الذين طلبتهم. دعهم يدخلوا.
انصرف. إن رجالي قد أخبروني بما قلتم لعلي بن موسى. نعم أخبروني. كونوا صادقين ولا تكتموا عني أي شيء. إنكم أوفياء لي، كما أعلم أنكم ترون في حكمي حكما لكم. إنه كما يقول أمير المؤمنين. إذا لا تسكتوا، فأنتم قد أخبرتم أبا الحسن بتفاصيل ما يفعله الفضل وأخوه الحسن سرا لإسقاط حكومتنا. إن أمير المؤمنين هو أعلم من غيره بعيون الفضل وجواسيسه. له رجال يخبرونه بكل صغيرة وكبيرة، ولسنا في مأمن منهم أيها الأمير. إنني أمنحكم الأمان. إن ما تكشفون عنه هو خير لكم، وإن تخفوا فلا تحصدوا سوى غضبي. لا يعرف أمير المؤمنين شيئا عما يجري في العراق، إذ إن فضلا هكذا يريد. في العراق فوضى، الجند والفساق ينهبون الناس، والمقربون من الأمير لا يرضون بخلافته، وعماله أصبحوا عاجزين. أفراد الجيش جياع، وكل يفعل ما يشاء. والحسن بن سهل قد خادع طاهرا فأبعده عن بغداد، إذ لو كان طاهر في بغداد لما قامت تلك المصائب. ثمة إلى مروا إلا للكشف عن هذه الحقائق. ريثما كان طاهر في بغداد لم يجر أحد على العربدة والطغيان، أما اليوم فالفوضى تعم البلاد. حسنا حسنا، سأذهب بنفسي إلى بغداد. انصرفوا.